في ناس كتير بتفتكر ان رزق مجرد فلوس، او ان فرصة حلوة جاتهم في اي شغل، او جوازة حلوة وجوازة مرتاحة، او مشروع ضخم وصرح كبير قوي، فهو ده المنتهى. يعني هو ده بقى الفرصة الكبيرة اللي جاتهم في الرزق. بس الحقيقة ان الرزق له ابواب كتيرة، واحيانا الباب ده ممكن يبدأ من عندك انتي، ممكن يبدأ من جوه بيتك. صدقيني والله ممكن يبدأ من بيتك، وبتبقى حاجة بسيطة جدا. بيتك ممكن يكون سبب في سعة رزقك او ضيقه. في طاقة في كل بيت، كل بيت له طاقته. خدي بالك من نقطة مهمة جدا، ان البيت اللي فيه تراب وكركبة او حاجات مكسورة ومركونة ومش بتستخدميها لمجرد انها غالية عليكي فانت خايفة هترميها او زعلانة على رميتها، او حاجات مش بتستخدميها ومركونة محطوطة في ركن كده وعينك شايفاها في الراحة وفي الجاية، كل دي بتجلب عليكي طاقات سلبية. وفي طاقات بتبقى راكده، الطاقات الراكده دي بتبقى بسبب الحاجات اللي عندك مركونه ملهاش اي استخدام، او التراب اللي موجود بصفه مستمره. النظافه مش مجرد رفاهيه، النظافه دي طاقه وحياه. لما تروقي وتفتحي شبابيكك وتدخلي الشمس، دي بتجددي المكان، بتجددي طاقه المكان والنفس بتاعه وريحته. انت مش بتنضفي البيت علشان حد يجيلك او اي ضيف، انت بتنضفيه علشان نفسيتك وعلشان نفسك. انت بتفتحي طريق للرزق يدخل منه. ابدأي كل يوم ب5 دقايق بس لمجرد ان انت تنضفي ركن صغير في البيت، وهتشوفي الفرق بنفسك في يومك. صدقيني وجربي المرة دي. السر التاني معانا النهاردة هي ريحة المكان، ريحة البيت اللي انت عايشة فيه، ريحة البيت وصوته. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. عارفة الريحة الحلوة اللي أول ما تدخلي البيت تحسي بريحة، ريحة حلوة وريحة نفس. البيت ده بيبقى له كده طابع خاص، يعني كل بيت وله ريحته. خلي بيتك دايما له ريحه حلوه. ان شاء الله شويه دوني هتحطيهم في ميه المسيح، شويه زيت عطري، اي زيت عطري من عند بتاع العطور، زيت عطري بحاجه بسيطه قوي هتحطيها في الميه، هتغير معاكي ريحه المكان. بخور هتحطيه، هتشغليه ولا هتولعيه. اي معطر رش، مش شرط تجيبي براندات عاليه، جيبي حاجه بسيطه على قد ظروفك وهترشيها في المكان، هتغير ريحه المكان. تحسي ان انت بتخشي المكان دوت حاسه ان المكان ده بيتنفس. دي مش مجرد صدفه، الريحه الذكيه بتغير طاقه المكان وبتفتح نفسك على كل حاجه حلوه، وكأن دي رساله للكون ان البيت ده فيه حب وراحه. كمان الصوت اللي في البيت مهم جدا. لو صوتك فيه زعيق دايما وخناق ونكد مستمر طول الوقت، ده بيخلي عندك طاقة سلبية وبيخلي جواكي ضغوط نفسية وبيأثر على الرزق والبركة. صدقيني والله بيحرك جواكي على طول ضغوط نفسية بتتحرك بانفعال انت مش بتحسي بيه غير لما تتكلمي، بتلاقي نفسك منفعلة في الكلام، طريقتك بتختلف. خلي دايما صوت القرآن مالي بيتك، وخلي ذكر بسيط دايما وانت بتنظفي بيتك، يكون في ذكر حلو كده، ضحك ولادك في البيت وهزارهم مع بعض، دي حاجة جميلة قوي ما تتضايقيش منها. بس بلاش البيت يكون فيه صخب وصوت عالي لأغاني عالية وحاجات كتير يعني غير مستحبة في ديننا. خلي دايما بيتك يكون هادي بإحساسك، بمجرد بس لمسات منك بسيطة. السر الثالث معانا هو ترتيب الأماكن اللي بيعكس الطاقة لأصحاب المكان، لأصحاب البيت. لمجرد ان صوتك في كل مكان في البيت بيحكي حكاية عنك وبيحكي حكاية عن بيتك وأسرتك. لو الأوضة مكركبة غالبا دماغك دايما مش مرتاحة ومش مبسوطة. ولو المطبخ مش منظم هتحسي انك مش عارفة تسيطري على يومك ولا تسيطري على حاجتك ولا تسيطري على نفسك. الترتيب مش بس مجرد حاجة انتي بترتبيها لمجرد بس هو ده روتين اليومي، لا، الترتيب دوت انعكاس للطاقة والاستقرار. كل ركن منظم كأنه دعوة مفتوحة للبركة وللرزق، بتقول لأهل البيت دول يستحقوا الخير. حاولي كل فترة كده وانتي بتروقي بيتك او بتنظفي المكان غيري ترتيب الحاجة. الترتيب حاجة مهمة جدا. يعني انقلي حاجة من مكانها لمكان تاني. خدي حاجة من الريسبشن دخليها اوضة ولادك، خدي حاجة من اوضة ولادك دخليها اوضتك، خدي حاجة من اوضتك طلعيها بره في الريسبشن او في اوضة العشاء. يعني جددي بعض الحاجات، انقلي الاماكن، غيري مكان الكنبة، انقلي الكرسي مكان الكنبة او الكنبة كمكان الترابيزة. اعملي تجديد
تجديد وتغيير في الشكل وفي المكان. التغيير ده وانت بتحركي الحاجة هتلاقي غصب عنك انت محتاجة تنظفي مكانه، فدي حاجة مهمة جدا وبتنعكس عليكي بطاقة ايجابية وبتحسسك بارتياح نفسي. رابع سر معانا النهاردة هو المية والنباتات. المية والنباتات دي حاجة حية، الحاجة دي حلوة قوي قوي يا جماعة، لازم تاخدوا بالكم منها. المية رمز للرزق والطهارة. لما تغسلي الاطباق او تمسحي الارضيات او تخلي ان بيتك دايما نظيف بمسحة حلوة منك كده بسيطة كل يوم، حاجة بسيطة كده هتغير من طاقتك. لو بتغسلي الهدوم دايما باستمرار مفيش غسيل مركون بكميات كبيرة، ده بيغير الطاقة السلبية وبيديكي طاقة ايجابية. لو عندك نباتات اعتني بيها، يعني حاولي لو عندك اي فازة زرع او قصيص من الزرع عندك في البيت اهتمي بيه واعتني بيه ونضفي الطمي او الطينة اللي موجودة جواه، بيبقى فيها ورق شجر او اوراق كده ناشفة واقعة فيها، نضفيها. لان النباتات مش مجرد ديكور وشكل وبس، دي بتدي حياة وبتدي بركة وبتبقى ليها شكل حلو واحساس جميل قوي. كل ما تسقيها تفتحي عليها الشمس كأن انت بتسقي نفسك، بتسقي روحك، وكأنك بتجلبي رزق جديد ليكي اليوم في المعاملات وحتى في الفلوس، يعني حتى في الماديات هتلاقي الدنيا اتغيرت معاكي. واهم حاجه خلي النظافه عاده بسيطه يوميا، مش حمل كل اسبوع عليكي وتاخدي اليوم طويل عريض من اوله لاخره في ترتيب بيت وترتيب مطبخ وترتيب غرف وترتيب دواليب وترتيب حاجات كتير متعمقات مثلا كده وحاجات متفرقه وبعيده عن بعضها. حاولي تخلي كل يوم حاجة معينة تعمليها، ان شاء الله كل يوم غرفة، او ابدأي بالمطبخ، خلصي المطبخ في يوم او يومين، مش ضروري تخلصيه كله في يوم واحد. ده هيخليكي راحتك النفسية افضل ويكون جسمك كمان ارتاح. وخامس سر معانا النهاردة هو الدعاء والنية. الدعاء والنية دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، والله صدقيني. قبل ما تبدأي تنظفي او ترتبي قولي نيتك كده من جواكي او بصوت عالي، ما فيهاش اي مشكله ان حد يسمعك. يا رب اللهم اجعل بيتي عامره بالحب والبركه والرزق. النية دي بتغير كل حاجة حواليكي. كل حركة من ايديكي لأي لمسة في اي حاجة عندك في البيت بعدها بتبقى فيها بركة انتي بتحسيها. لمجرد لمسة من ايديكي بدعاء بتغير كل حاجة، وكل خطوة بتعمليها في البيت كأنها عبادة صغيرة وبتفتح لك باب جديد للرزق. الكلام الحلو اللي بيتقال جوه البيت، حاولي كلامنا مع بعض في بيتك مع أسرتك يكون كلامكم مع بعض حلو. يعني مثلا شوفي يا حبيبي أو شوفي يا حبيبتي لبنتك أو لابنك. الكلمة الحلوة رزق. لما البيت يكون مليان صريخ وزعل وصخب واصوات عاليه وحاجات كتير قوي كده بيكون وحش، وما بيكون في خصام بيكون حاجات سلبيه بتجذب طاقه سلبيه وبيبعد الرزق. الرزق بيخاف يدخل، يعني والله صدقوني والله الرزق بيمشي بيبعد. خلي لساننا دايما في ذكر، في كلام حلو، في دعاء، في كلام طيب. لما تصحي من النوم قولي لاولادك كلمه حلوه، قولوا صباح الخير يا حبايبي، صباح الفل عليكم، صباح الفل يا قلبي. يعني الكلام الطيب والكلام الحلو ده بيلين القلوب والعقول. حاولي على قد ما تقدري تشكريهم على اي حاجه يعملها لك. لو حتى جابلك ازازه ميه جنبك ولا كوبايه ميه قولي شكرا يا حبيبي. لما تشكري جوزك على اي حاجه بسيطه هو عملها لك او على يومه اللي تعب فيه قولوا له شكرا ان انت بتعمل معانا كده، او ان انت بتساعدنا، او ان انت بتاكلنا بتشربنا بتصرف علينا. على فكره هو فرض عليه ولكن الكلمه الطيبه والكلمه الحلوه صدقه. صدقيني ده بيفتح ابواب الرزق ما تتخيليش بيجي منين. والصدقه عمرها ما بتقلل الرزق، بالعكس دي بتزوده. خلي بيتك مليان كلام طيب وصوت القرآن دايما موجود فيه، الضحك الحلوة، الدعاء الحلو. دي أصوات بتطرد الضيق وبتجذب الرزق، بتخلي أي حاجة تبعد شر بتبعد عن بيتك. شوفي بيتك هل في حاجات زيادة انت مش محتاجاها طلعيها، هدوم مش بتلبسيها خرجيها، كراكيب في أدراج، أدوات مطبخ مش بتستخدميها لميها في كرتونة، لو انت بتستخدميها سنويا لميها في كرتونة وشيلها في مكان بعيد عن ايدك. كل حاجة يعني زيادة علينا بتجذب لنا طاقة راكدة، في طاقة كده بتبقى راكدة عندك في البيت ملهاش لازمة بسبب الحاجات اللي احنا مش بنستخدمها. كأن رزق بيتخبط في كل مكان وبيخبط على بابك من هنا لهنا، مش عارف يدخل منين ومش لاقي مكان يدخل منه. خدي قرار كل شهر انك تتخلصي من كل الزوايد اللي موجودة عندك، حاجات مش محتاجاها.
وزعيها، اديها لاي حد تاني، وده كمان باب رزق ليكي، يعني حاجة تانية كويسة هتجذب لك الرزق لما تعملي كده مع اي حد محتاجها. خلي نيتك دايما ان بيتك مكان للبركة وللسعادة. كل مرة تفتحي فيها الباب قولي اللهم اجعل هذا البيت آمنا، اللهم اجعل بيتي بيت بركة وخير وطمأنينة. نيتك دي لوحدها بتغير كل حاجة جواكي، لان الدعاء ده مش بس عبادة، هو كمان طاقة بتغير الواقع حواليك. حبيبة قلبي، بيتك مش مجرد جدران واساس ولا اشخاص رايحين جايين قدامي وخلاص، دي اسرة انا كونتها، دي حياة، دي حياتي، ده انعكاس لطاقة روحك ولمسة من قلبك. وكل ما تحافظي عليها كل ما ربنا يحافظ عليكي ويحافظ على أولادك ويديك الخير كله. ابدأي بخطوة صغيرة كده، غيري حاجة بسيطة جدا، وشوفي ازاي الرزق والراحة يدخلوا بيتك بخطوة بسيطة جدا منك، لمجرد انك عقدت النية لأي حاجة. حبيبتي، وطبعا كلامنا مع بعض لسه ما خلصش، لسه في فيديوهات جاية كتير، سلسلة كاملة عن البيت والطاقة والرزق، عشان نعيش كلنا حياة أبسط وأهدى وأكتر بركة إن شاء الله. ياريت لو بتحبي النوع ده من الفيديوهات ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي والحلقات الجديدة اللي أنا بنزلها. وأسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.